اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل والسعادة والهنا عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري الأصلي. هنعمله بطريقة مختصرة ومرتبة. أهم حاجة إن الطعم هيطلع ألذ كشري عملتوه في البيت، سواء الشطة أو الصلصة أو الدقة، كل الخلطة على بعضها زي اللي بنجيبه من المحلات وأحلى كمان. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الكشري بتاعنا اللي زي العسل ده عملناه ازاي. جبت 4 بصلات، قشرتهم وغسلتهم، ومعايا المبشره بتاعت الشيبسي. طب لو ما عندكيش مبشره الشيبسي، حاولي ان انتي تقطعي البصل بالسكينه كده على ايديكي، بس تكون الشرايح تكون رفيعه جدا. بعد ما بشرت البصل، شايفين الحلقات بتاعت البصل عامله ازاي؟ الحلقات رفيعه جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت طاسة على النار وحطيت فيها زيت، بس حاطة كمية زيت بزيادة علشان الزيت هستخدمه في بقية الوصفة. نزلت بالبصل بعد ما الزيت سخن، لازم الزيت بتاعنا يسخن كويس. وبعد كده بنزل بالبصل، ما بقلبش البصل خالص، انا هوزع البصل كده وهسيبه، مش هقلبه علشان ما ينزلش المية بتاعته. اول ما هلاقيه بدأ كده يحمر من الاطراف، هبدأ اللي انا اقلبه علشان كله ياخد لون واحد. تقلبي ايديكي كده على طول، بتقلبي يمين وشمال، وبعد كده هتلاقيه اخد اللون الاحمر ده كده مظبوط. بجيب طبق بحط عليه مناديل المطبخ، واطلع اصفي البصل كده من الزيت واطلعه على مناديل المطبخ. شايفين البصل هو شكله اصلا كريسبي، لا حطينا دقيق ولا حطينا ملح ولا حطينا نشا ولا اي حاجه. صفيت كده كويس وطلعته على المناديل. بصي البصل كريسبي كريسبي، سامعه الصوت عامل ازاي؟ تحفه. اهم حاجه ان انت تقطعي حلقات رفيعه علشان يبقى كريسبي معاكي كده. تعالوا نعمل الصلصه. معايا كيلو من الطماطم ضربته في الخلاط بس ما صفيتهوش. معايا بصلايه ضربتها بس تكون ناعمه. ومعايا معلقه من الثوم المفروم. على النار حطيت حله، وحطيت 3 معالق كبار من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، ونزلت بالثوم وشوحت التومه لحد ما دبلت كده. وبعد كده نزلت بالبصله، بقلب البصل مع الثوم لحد ما يبدأوا يصفروا معايا، ياخدوا لون ذهبي كده وريحتهم تبدأ تطلع معايا. بعد كده هنزل بعصير الطماطم. نزلت بالطماطم وبديها تقلبتين كده، وبسيبها تتسبك مع نفسها خالص. يبقى أول حاجة عملنا البصل، وبعد كده عملنا الصلصة. جبت العدس، نص كيلو من العدس، غسلته كويس ونقيته وحطيت في الحلة اللي انا هسلقه، وهسلقه نص سلقة عشان لسه هيكمل السوا بتاعه مع الرز. عبال ما العدس بتاعنا يستوي، حطيت حلة على النار وحطيت ملح ومعلقتين كبار من الزيت. واول ما المية غليت نزلت بالمكرونة. معايا مكرونة سباكيتا، ومعايا كمان مكرونة المقصوصة الصغيرة زي ما انت شايفة. دي المكرونة اللي احنا بنستخدمها للكشري، بتبقى صغيرة كده. قلبت تقلبتين كده وهسيب المكرونة تستوي، بتكون فيها قطمة. تعالوا نحضر الدقة. الدقة بنعملها على البارد. كوباية من المية، معايا ملح وكمون، معايا ليمون، معايا خل، ومعايا كمان توم. هنحط كل المكونات على بعضها، المية على الليمون على الخل على التوم على الملح على الكمون، ونقلبهم تقليبة كويسة كده علشان كله يختلط مع بعضه. لو انتي حابة تحطي شطة حطي، بس انا عشان في اطفال فما حطيتش شطة. قلبتهم كويس جدا عشان كل المكونات تختلط مع بعض، وكده الدقة كانت جاهزة معايا، احلى دقة تعمليها. هنسوي الكشري في حلة واحدة، مفيش اسهل من كده. حلة وحطيت 4 معالق كبار من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، ونزلت بالشعرية وبقلب الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي. بقلب كده يمين وشمال عشان كلها تاخد لون واحد. بعد كده بنزل بالرز، غسلة 3 كوبايات من الرز على نص كيلو من العدس. انت حابة تقللي تزودي براحتك. العدس استوى نص تسوية، اهم حاجة ان هو يكون نص تسوية. صفيته ونزلت بيه على الرز. بقلبهم مع بعض كده لمدة 3-4 دقايق علشان يطلع معايا مفلفل. فقلبيه كويس كده لمدة 3 دقايق 4 دقايق. بعد كده بنزل بالمية. انا حاطه 5 كوبايات من المية. حطيت كمون، معلقتين كبار من الكمون بيديله ريحة حلوة جدا، ونص معلقة من الفلفل الاسمر. قلبتهم مع بعض، واول ما غلي هديت عليه. وكده بعد ما استوى، اللهم بارك، ريحته تحفة. احلى كشري تعمليه، كشري مصري اصيل.
اعملي في البيت حاجه نظيفه، وانتي ضامنه انتي عامله ايه. نعود ولادنا ان هم ياكلوا اكل صحي من البيت. شايفين مفلفل ازاي؟ تركه بقى بعملها بتفرق جدا في طعم الكشري. باخد البصل اللي انا حمرته 3 معالق كبار، وبحطهم على الكشري بعد ما استوى، واقلب كده تقلبتين، وكده تاكلي احلى كشري من غير ما تحطي دقه ولا صلصه ولا اي حاجه. طعمه اللهم بارك تحفه خطير، احلى 100 مره من بتاع المحلات. وزي ما قلت لك حاجه نظيفه، وانت عارفه انت عاملاه ازاي في البيت. كانت الصلصه اتصلصلت معايا، حطيت لها معلقتين كبار من الكمون، وحطيت الملح، ظبطت الملح وقلبتهم مع بعض كده، وكده الصلصه بقت جاهزه معايا. المكرونه كانت اتسلقت، حطيت معلقتين كبار من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، ونزلت بعد كده بالمكرونه، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر بتديها طعم حلو قوي، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه، وكده الكشري بقى جاهز معايا. ما فاضلش الا الشطه، وهتعمليها في دقيقتين هتكوني مجهزاها. تاخدي كبشتين من الصلصه اللي احنا عملناها، ونحط عليها معلقه كبيره من الشطه، وتقلبي كل الكلام ده، وكده عملتي احلى شطه ما خدتش منك وقت خالص. طريقه التقديم كل واحد حسب ذوقه. انا حطيت الكشري الاول، وبعد كده بحط المكرونه، وبحط البصل، وبحط الدقه، وبحط الصلصه، وبحط الشطه دي في اطباق كده، كل واحد زي ما هو حابب يحط. طبعا بيتعمل بالحمص. الحمص بتسلقيه من الاول لمده ساعتين، وبعد كده بنسلقه، بس انا ما كانش عندي وقت فما عملتش حمص. حطيت الدقه وحطيت الصلصه، واحلى طبق كشري تاكليه احلى 100 مره من بتاع المحلات. شايفين الشطه خطيره. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس